السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. بصوا يا جماعه، النهارده عايزه اعمل لكم فيديو كده ان شاء الله يعجبكم. انا كنت عايزه احط او اعمل عنوان منتجات في الزباله، لان هي فعلا منتجات وحشه جدا 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 جدا. بس طبعا لو انا قلت لكم في الزباله معناها ايه؟ ان احنا نرميها. لا، هو فعلا مش هنستخدمها تاني في الاستخدام اللي هي معموله عشان. يعني اللي على شعري مش هستعمله تاني على شعري، اللي على بشرتي مش هستعمله تاني على بشرتي. تمام. هاعمل إيه؟ هاشوف لهم صرفة تانية، هاشوف لهم شغلانة تانية، لإن إحنا طبعًا صارفين عليهم وشاريينهم بفلوس. خلاص؟ يالّا ركّزوا معايا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. مش عارفة الكاميرا مالها، حتى الكاميرا مش عاجبها المنتجات. بصوا يا جماعة، المنتجات طبعًا دي عليها ضجة، والله العظيم ضجة خطيرة فظيعة. طبعًا كلنا بنتغش في الضجة دي، وبنروح إيه على طول نشتري الكلام ده كله، وفي الآخر بنعرف إن هم إيه، كانت دعاية وتسويق وكده حلو، وبنركنه. طيب أنا هابدأ بأول بحاجة اللي هي البلسم. أول حاجة البلسم ده يا جماعة طلع أولًا كان ب75 جنيه، مكتوب عليه ألو إيفا بلسم مقوي للشعر بزيت الأرجان المغربي والصبار. طبعًا يا جماعة الشامبو ده أو البلسم ده، أنتِ عايزة تنشفي شعرِك اشتريه على طول، بينشف الشعر جدًا جدًا، ما بيديش ترطيب ولا حتى 1%. استعملته مرة و2 و3 و10، ما فيش أي نتيجة منه، ما فيش أي فرصة تانية أقدر أديها له. خلاص كده أنا قررت خلاص إن أنا هاستعمله في الshaving، أحطه قبل الshaving وخلاص، وأعمل shaving وخلاص. لكن استعمله تاني على شعري لا، استحالة ابدا ابدا ابدا. و... وانا يعني مش مستغربه قوي، لان مثلا الحمام الكريم بتاعهم روعه، اللي هو اللاين بتاع اللي هو الخط الازرق والاخضر والاصفر والبينك. طبعا البينك ده فظيع طبعا. فما تستغربوش ان ممكن يبقى المنتج او الماركه او البراند نفسها حلوه، بس بيطلع منها حاجه وحشه خالص زي ده مثلا. فما تستغربوش. فبالنسبه لي خلاص كده انا علمت عليه، ما ادلوش حتى 1/10. هركنه في الاستعمال، هستعمله طبعا زي ما قلت لكم في الاستعمال اللي قلت لكم عليه، مش هنقعد نكرر الكلام ده عشان ما تزهقوش. ماشي. خلاص كده نركنه. طبعا تاني براند في الزبالة. باين يا جماعة الماركة؟ أيوه كده. بصوا يا جماعة، البراند اللي اسمها كيلوباترا. خلاص، كيلوباترا. يعني ده انت يعني كلمة كيلوباترا ديت يعني ملكة إفريقية إغريقية. عبد الوهاب غنالك كيلوباترا. ولكن هو بصراحة جربته، ده بلسم برضو يا جماعة، بس عشان ايه بتبقوا عارفين. البلسم ده فظيع برضو، ما ادلوش 2/10 برضو، ما بيعملش أي حاجة، ترطيبه ضعيف جدا جدا. ممكن اديله 2/10، يعني احسن شويه من اللي هو قالوا ايفا ده. وده كان ب50 جنيه. جبته من حوالي 6 شهور، وبعد كده استعملته تلات ارباعه، والربع الاخير قلت ايه خلاص بقى، خلاص انا علمت عليه، قلت هستعمله في الشيفنج وكده. لقيته ايه، جيت افتحه لقيته حامض. عمركم شفتوا حاجه يعني منتج بيحمض؟ يعني مش يعني ريحته مش بس غيرت، لا ده حمض بجد حمض. فطبعا ده انا هقوم بعد ما اخلص كده معاكم ارميه، ده بقى اللي هيترمي خلاص. تمام. تالت حاجة اللي هو أفريكانا. اللي هو هير ماسك، طبعا مكتوب عليه طبعا كلام كبير قوي بالشيا باتر والارجان اويل والكلام ده كله يعني. طبعا ده وبيقول لك ان هو اورجانيك والكلام ده وترطيب عميق. طبعا انا اتفاجئت بيه جدا جدا. يعني الليف ان بتاعهم حلو، الشامبو حلو، الغسول حلو. ولكن ده طبعا اتفاجئت بيه ان هو مش حلو خالص، ترطيبه ضعيف جدا جدا جدا. ما ادلوش 2/10. اي نعم، كنت جايباه في العروض، يعني مش غالي قوي، كان ب 125 حاجه كده. عمري ما اشتريه تاني ابدا ابدا ابدا. في الف حاجه ارخص منه سعرا وبعينه وبرقبته يعني. يعني افريكانا ما عرفتش تعمل حاجه لا، ما مش حلو بصراحه. طيب نخش على شويه غسولات كده يا جماعه. الغسول ده اللي هو بتاع ستارفيل. طبعا كلنا عارفينه، طبعا عارفين ان هو واخد الضجه اللي هو واخدها. طبعا يا جماعه هو ما اقدرش برضو اديله 1/10، اديته فرصه، يعني مخلصاه تقريبا لحد العلامه الصفراء دي. تمام. طبعا ده يا جماعه انا جيت استعمله بكل، يعني جيت الغيه ما يرغيش، اجي احطه على بشرتي واجي اغسل بشرتي الاقيه مش راضي يتشال من على بشرتي. تقيل جدا جدا في انه ينزل من على البشره. بيقول لك ان هو بالساليسيليك اسيد بيبيض ويفتح، واللي هو فيتامين اللي هو بيفتح يعني. ملوش اي علاقه بالتفتيح. ما فتحش بشرتي ولا ضايق المسام زي ما هو بيقولوا ولا الكلام ده كله. فانا ايه، طبعا شفت ناس كتير قوي ان هم قلبوه من غسول للوش لغسول للجسم، فانا برضو هعمل زيهم واستخدمه كشاور جل. لكن هو ما عملش اي حاجه جدا جدا. آم، سيء قوي. وده كانت 200 مللي تقريبا ب 200 جنيه برضو. تمام. اي نعم سعره مش واو قوي، يعني مش غالي قوي، بس هو فعلا ما عمليش اي حاجه جدا. ايه جدا دي مش عارفه، ما عملوش اي حاجه خالص. وصعب جدا في التعامل، ولا ما عجبنيش يعني. حتى اللي هو اللاين بتاعه اللي هو الازرق اللي هو اخوه ده كان احسن منه شويه. يعني بتاع الازرق ده كنت استعملته واديله 2/10، بس برضو مش هكرره. خلاص. بس ده اللي بصراحه اللي كان عليه كلام كتير قوي، واتفاجئت بيه جدا ان هو ما بيعملش اي حاجه خالص. طيب هنكمل برضو في الغسولات. ده اسمه توبي جنت، كلكم عارفين طبعا توبي جنت ده.
طبعًا هو عامل لِك برضه يعني بيتكلموا عليه كتير، وإن هو له فرشة بقى، الفرشة دي أصلًا لو أنتِ استخدمتيها كتير، دي أصلًا مُضرة جدًا، جدًا لبشرتِك، هتفتح المسام، هتوسّع المسام، هتلهب بشرتِك، هتخلّي بشرتِك تحمر، والاحمرار ده هيقلب بغمقان. فطبعًا الفرشة أصلًا لو أنتِ عاجبِك الغسول يعني، استعمليها الفرشة دي مرّة في الأسبوع فقط لا غير، اوعي تكتّري أكتر من كده، ولو في الصيف ممكن مرتين وبشرتِك دهنية يبقى ممكن تستخدميها مرتين في الأسبوع. الغسول ده يا جماعة إيه اللي خلّاني جِبته، أنا كنت في فترة نفسيتي مش حلوة خالص، لدرجة إن أنا ما عنديش طولة بال إن أنا فعلًا أقف أرغي الغسول، بجد ما تضحكوش والله العظيم ده حقيقة. فقُلت إيه أجيبه فوم كده زي ما أنتم شايفين طبعًا، بُصّوا هو فوم أهو، بُصّوا، فبتحطيه على بشرتِك على طول إيه وتغسلي والكلام ده، فما حدش يعمل زيي والكلام ده كله خالص. هنشيلهم أهوّة، ماشي، وتقومي جاية غاسلة وشِّك وتشطفي وشِّك والكلام ده كله. فطبعًا هو بيقول لِك إيه بقى، كاتبين عليه كلام فظيع أوي، اللي هو إيه cleansing foam deep والله العظيم يا جماعة deep cleansing foam، يعني تنضيف عميق للبشرة، for acne يعني حبوب، يعني لو بشرتِك فيها حبوب، وديلي يعني يوميًا تستخدميه. طبعًا أنا الحمد لله بشرتي ما فيهاش حبوب من الإعدادية، ما بيطلعليش حبوب الحمد لله. باغسل بيه، أولًا ما بينضفليش بشرتي بالمنظر اللي أنا عايزاه، لأ خالص. تنضيفه تقريبًا يعني 90% كده، مش زي بقى اللي هو اسمه إيه، اللي هو اللي لونه أصفر ده، الذاكرة في ذمة الله والله العظيم، اللي هو اسمه جرنيل الأصفر ده، بيخلّي بشرتي بتزيّق ونضيفة وفيها نضارة وبتلمع، وطبعًا نضافة يعني فوق الوصف. ده ما فيش نضافة خالص، 90% بينضّف بنسبة 90%. بعد ما تغسلي وشِّك بتحسّي إن لسه كأن في دهون، عايزة تغسليه تاني